السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضراتكم عاملين ايه النهارده؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة وكل أسركم كمان. النهارده هنعمل حاجة جميلة قوي. هنعمل فراخ بالبصل المكرمل. الفراخ بالبصل المكرمل وصفة بسيطة خالص، بتكون من فراخ، ممكن طبعا فراخ صدور لوحديها او وراك لوحديها. احنا النهارده هنستخدم الوراك لوحديها. معاها بصل، مع طبعا البصل بكميه كبيره قوي، ومعاها طبعا الملح والفلفل الاسود وسماق وكزبره ناشفه وبهارات فراخ. يلا بينا نبتدي الوصفه ببساطه شديده قوي. بناخد الفراخ بتاعتنا. الفراخ كمان الاعتبارات اللي فيها انها تكون بالجلده بتاعتها متغطيه، وده اساسي مهم عشان تستحمل الشوى، وعشان تطلع اللون، تاخد معانا اللون المحترم اللي احنا كلنا بنعشقه. معانا 5 وراك اهمت حلوين، طبعا مغسولين غسله كويسه جدا ومتنضفين جدا، ومنقوعين طبعا في ملح وسكر وميه، بالاضافه ل طبعا عصير ليمونتين. اتنقعوا لمده ساعتين، وبعدين غسلناهم بعد كده غسله كويسه كمان مره واثنين وثلاثه لغايه ما بقت جميله بالشكل ده. ناخد الفراخ كده، هنحط الملح بتاعنا ومعاه الفلفل الاسود، معانا شوية السماق البلدي المحترم، وطبعا السماق البلدي دايما بيبقى احسن من السماق التاني. كزبرة ناشفة بسيط كده، وبعدين بهار الفراخ معلقة كبيرة. الكلام ده نبتدي ندعك الحاجات دي كويس قوي. طبعا اساسي هنحط شوية زيت، نقول يعني معلقتين كبار زيت كده على الفراخ. نبتدي نضيف دلوقتي معلقة صويا صوص، معلقة برضو حلوة دبس الرمان. دبس الرمان ده بيودي الدنيا في مكان تاني خالص. دبس الرمان هيعمل معانا شغل كبير قوي في الطعم. ندعك ده كويس قوي، طبعا من جوه ومن بره، الظهر والوش بتاع الورك، عشان نضمن ان التتبيله بتاعتنا تخللت الفراخ جوه وبره. الدعكه الحلوه دي اساسيه في الفراخ المشويه وفي كل المشويات عموما. طبعا بعد الدعكه الحلوه دي يفترض بقى ان احنا نسيبها مثلا ساعتين ولا حاجه، ولو معموله قبل كده كمان بشويه كويسين 5 6 ساعات، ومعموله قبلها بيوم، مفيش اي مشاكل. كل ده هيخلي الطعم اغنى واحلى. نركن دي بقى على جنب كده شويه، وندخل على البصل بتاعنا. البصل بتاعنا هنحط عليه نفس المكونات تقريبا. ملح بتاعنا، فلفل اسود، طبعا شوية سماق،
كزبرة ناشفة برضو خفيف ما بنتقلش فيها دي. وبعدين بهار الفراخ. هنا بقى ضروري قوي لازم ندعك البصل دعكة جامدة قوي. طبعا برضو شوية زيت، قد معلقة كده او معلقة ونص. دبس الرمان برضو شوية مفيش مشاكل، برضو قد معلقة كده. وشوية صويا صوص. نبتدي نمسك ده ندعكه دعكة جامدة قوي قوي لدرجة ان البصل يسيب من بعضه كويس، لان ده هو اساس الوصفة، هي دي اللي هتستوي فيه الفراخ. حلو قوي. نزود بس شوية دبس رمان، بس كده كفاية قوي. وبعد ما قلبناها التقليبة الكويسة دي نجهز الصينية بتاعتنا اللي هنحطها في الفرن. نحط البصل ده كده، نزلنا البصل بتاعنا كله، ننزل عليه بالفراخ بتاعتنا، وبرضو ندعك الفراخ بالبصل. دعكة كويسة برضو. شوية زيت على الوش، بعد ما ظبطنا الصينية بتاعتنا كويس واديناها رشة زيت من على الوش، هنبتدي ندخل في الفرن على درجة حرارة 180، ودي هنسيبها مسافة كويسة، يعني هتقعد لها من ساعة لساعة ونص. هنحطها تحت شوية قيمة نص ساعة، وبعدين نرفعها في الرف الوسطاني. هنطلع الفراخ مع بعضينا، الفراخ المكرملة بالبصل. بسم الله ما شاء الله، زي الفل اهيت. شايفين الكريسبي من فوق اهيت، ومستوية 10/10. ودي طبعا ما خدتش ميه خالص في التسويه، حاجه بسم الله ما شاء الله. وزي ما انتم شايفين حضراتكم كده الفينش بتاع ده طبق الفراخ بالبصل المكرمل، وشايفين اللون بتاعها ذهبي وزي الفل، حاجه كده يعني مفتخره.
ويا ريت حضراتكم يعني تجربوها في البيت وتكتبوا لنا في التعليقات، وان شاء الله ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، وسلام.